تفيد بيانات رسمية عن تدفق ما يقارب 49 ألف شخصا إلى السواحل الإيطالية من تونس منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو 2023، أغلبهم وافدون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ملف الهجرة المؤرق محور زيارة وزيري الداخلية الفرنسي والألماني إلى تونس المنهكة بالديون والمضطربة سياسيا واجتماعيا. أولا زيارة وزيري الداخلية كل من فرنسا وألمانيا الذي يأتي تباعا بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا مع الوفد الأوروبي المرافق لها الأسبوع الفارط هو يدل على تونس أنها ليست في عزلة سياسية وليست في عزلة اقتصادية كما يروج له البعض من جهة، ومن جهة أخرى تأتي أيضا في إطار التعاون المشترك بين تونس وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، خاصة في الملف الهجرة الغير نظامية الذي هو يهم كل دول الساحل. يرى مراقبون أن ملف الهجرة غير النظامية سيدفع بالنفوذ الدبلوماسي التونسي في أوروبا، وقد يكون الورقة الرابحة في مفاوضات قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من أجل تعبئة اقتصاد البلاد الذي يشهد أزمة خانقة. وأعتقد أيضا أنه من جهة أخرى اليوم حان وقت استغلال هذه الفرصة التاريخية، خاصة بعد الحاجة الأوروبية للدولة التونسية. اليوم أعتقد أن تونس يجب أن تستغل هذه العلاقة ويجب أن تستغل هذا التواصل المتين بين تونس وبين هذه الدول من أجل أن تكون هذه الدول هي أداة وساطة ووسيلة من أجل أن تكون نقطة توافق أو نقطة اشتراك بينها وبين صندوق النقد الدولي. يحاول مسؤولون أوروبيون منذ أشهر تعبيد الطريق أمام تونس للحصول على موافقة الصندوق لتوفير خط تمويل وسط قلق من إمكانية تعثر تونس في سداد ديونها ودخول البلاد في فوضى تخلف موجات هجرة كبيرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط، وهو ما يترجم توالي الزيارات الفرنسية والإيطالية لتونس.